في مؤتمر صحفي عقد اليوم، أعرب المدرب جوزيف زينباور مدرب فريق الرجاء البيضاوي عن ثقته الكبيرة في قدرة فريقه على تحقيق الفوز في مباراة الديربي المنتظرة أمام الغريم التقليدي الوداد البيضاوي في الجولة 29 من الدوري الاحترافي إنوي. وقال زينباور: مباراة الديربي دائما ما تكون لها خصوصية خاصة، فهي ليست مجرد مباراة بل معركة تتجاوز حدود الملعب لتصل إلى الجماهير والإدارة وحتى المدينة. نحن ندرك تماما أهمية هذه المباراة بالنسبة لأنصارنا ولتاريخ النادي، ونسعى جاهدين لتحقيق الفوز لإسعاد جماهيرنا الوفية. وأضاف: تحضيراتنا كانت مكثفة خلال الأيام الماضية، حيث عملنا على تحسين الجوانب التكتيكية والفنية للفريق. اللاعبون في حالة بدنية ممتازة وروحهم المعنوية عالية، ونحن جاهزون لتقديم أفضل أداء. لدينا هدفنا هو الفوز والحصول على 3 نقاط ثامنة تمكننا من الاحتلال صدارة الترتيب. وأشار زينباور إلى أنه يحترم نادي الوداد وجهازه الفني، قائلا: الوداد فريق قوي ويملك لاعبين مميزين، وسيلعب بكل تأكيد من أجل الفوز لتعزيز مركزه في الترتيب. نحن ندرك التحديات التي ستواجهنا، لكننا واثقون من قدراتنا وسنعمل على استغلال نقاط قوتنا لتحقيق الانتصار. واختتم زينباور تصريحه بالقول: هذه المباراة فرصة لإثبات قدراتنا وتجسيد العمل الجاد الذي قمنا به طوال الموسم. أطلب من جماهيرنا الرجاء أن تواصل دعمها وتشجيعها لنا، فأنتم دائما المحفز الأساسي لنا لتحقيق النجاحات. تجدر الإشارة إلى أن الرجاء البيضاوي يسعى للفوز بهذه المباراة لحصد 3 نقاط واحتلال المركز الأول في الدوري، بينما يتطلع الوداد البيضاوي إلى تحقيق الفوز من أجل تحسين مركزه إلى الرابع. المباراة تعد بالمتعة والإثارة وتترقبها جماهير الكرة المغربية بشغف كبير.